بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي المشاهدين والمشاهدات في كل مكان على أرض كرة الأرضية، في سلسلة مقالاتنا الصوتية والإعلامية المرحلة الرابعة: الإنسان والسعادة. الإنسان والسعادة. الإنسان يسعى إلى السعادة في معظم وقته، ويسعى لخيره وخير بلده وخير أمته وخير أهله وخير أسرته وخير دينه وخير كل الناس على مدار العام وعلى مدار العالم كله. نعم، إن السعادة شيء جميل يثير النفس للبهجة والسرور والسعادة، يغمرها البهجة والمرح، وكل هذه الأشياء مفيدة للنفس البشرية. كيف يحصل الإنسان على السعادة في عصرنا المعاصر؟ السعادة لها متطلبات كثيرة وأشياء عظيمة وجليلة على البشرية جميعا. فالسعادة يسعى فيها الإنسان كل حسب آرائه وفكره ورؤاه، وكيفية الحب في السعادة والوصول إلى مرحلة السعادة. كل هذه الأشياء بتستلزم من البشرية كلها أن تصل إلى أن تسعد بعضها البعض. ليست السعادة متطلبة أن تكون لفرد على حساب فرد آخر، فقد تكون السعادة لفرد على حساب فرد آخر تثير الضغينة والحقد على الآخرين بعضهم البعض، ويجدون أنفسهم يتجهون نحو عالم من الأنانية والتشرذم والتباعد والصراعات اللامعقولة، في زمن أصبحت فيه المصلحة أهم الأشياء في عالمنا المعاصر. إن الإنسان والسعادة كل يسعى على حسب رغبته، فهذا يسعد بالغناء، وهذا يسعد بالتمثيل، وهذا يسعد بالكتابة، وهذا يسعد بالعمل، وهذا يسعد بالمرح، وهذا يسعد بقول كلمة سليمة، وهذا يسعد بكلمة يقولها فيها سخرية مفيدة ربما تسعده بعض الوقت، وربما تشقيه، وربما يفعل أشياء يحذو حذوه تدريجيا، يعاود على تكرارها أو يعاود على إرجاعها إلى نطاقها السليم. إن السعادة منذ العصور الوسطى ثم العصور المتقدمة ثم العصور الحالية والتكنولوجية أصبحت كلمة تهفو للنفس ولا يستطيع الإنسان أن يصل إليها. لماذا؟ لأن كل إنسان يريد أن يسعى إلى سعادته وفق رؤاه ووفق عقله ووفق مصلحته ووفق كل شيء لكي يظهر سعادته. وهل السعادة أن تكون أنت سعيدا وسعادتك تكون مفيدة لنفسك، أم تكون ضارة لنفسك، أم تكون غير مرئية إلا لنفسك؟ أعتقد أن السعادة هي أن تكون النفس نقية تقية، يوجد بها خير للناس، يوزع الذي يسعد سعادته على الآخرين، يبهجهم بكلامه ويسعد في محاوراتهم ودفعهم للإصلاح والصلاح بالسعادة. لأن السعادة شيء من الأشياء الجميلة واللطيفة والسرية. فنجد فنانون يسعدون الجماهير وفنانون لا يسعدون الجماهير إلا برؤى وفق حسب رؤيته، وقد يجتذبون الجماهير في بعض التقاليع الغير سليمة، ولكنهم يسعدون بها ويحققون أرباحا وطموحات وأموالا طائلة. بارك الله فيهم. ولكن هل السعادة الداخلية سوف تظل تسعد الذي فعل ذلك وتسعد الآخرين؟ لا أعتقد ذلك. فلا بد من الجميع أن يعاود نفسه كيف يعيش السعادة. فالسعادة أن تسعد نفسك وفق رؤى مواريث وتقاليد قديمة نجددها بحاضرنا لمستقبلنا ونعيش حياتنا. عندئذ سنصل إلى ما نصبو له من السعادة، وهكذا الإنسان والسعادة. مع تحياتي، شكرا لكم. عاد المظلوم، جيبشن بونجاكسيكي
forever.